على بالك ضرب حبة بطاطا واش كحديري مع سارة استوس. ديروا لنا ابوني وجيم وكومونتير. احنا جيبي البطاطا غليها مرسيها زيدي غرفة كبيرة تاع زبدة مع توابل الدجاج والملح والكركم وخلطيهم كي يولي بدا القوام نديروهم في المول اللي يدخل الفرن. سويها على كامل المول ومن بعد جيبي السكالوب قطعيه ديبتيدي مكعبات صغيرة ديرهم كركم وتوابل الدجاج والملح بكمية قليلة ونزيدو غرفة كبيرة تاع خل. خلطيهم كامل مع بعض ونقليوهم على في الزيت في المقله ومن بعد كي يطلقونا هذيك العصاره تاعهم نديروا غرفه صغيره تاع طوماط كونسونطري وقلي طوماط كونسونطري تاعك. كي تقليها كامل زيدي لها كاس حليب يكون بارد وحطيها كامل عليه وتقعدي تقلي حتى يتجانس المزيج وزيدي الفرomage كي يولي لك بدا القوام نحيه على النار وفرغيه في المول تاعك اللي يكون راح تحطيه في الفرن. هنا حطيه كامل المزيج تاعك فوق المول حتى يتعمر كامل السطح ليسونسي ما تخليش يسيح لك على المول تاعك وديري فرomage غابي به يكون فرمج ومجخشخ كيما تعودتوا مع سارة استوس. وهنا راكي وجدتي آلة غاتا مع سارة استوس. ما تنسوناش بالخالص الدعاء وديرونا ابوني جيم وكومونتير والى ملتقى وصفه واحده اخرى باذن الله تعالى الواحد الاحد. نحبكم بزاف مع السلامة بصحتكم ما تنسوش بارطاجونا لا فيديو بسلامة.